شو سر نجاح العلاقة الزوجية؟ التفاهم، الصداقة، الاحترام. ما تحسوا حالكم ليكي الواحد وقت ما بيتجوز كتير بنشوف مشاكل بتصير بين الأزواج أول 3 سنين، بعدين لازم يتخطوها، بعدين بيقولوا لك بعد 5 سنين في عندك التجربة الخامسة، بعدين على ال7، بعدين على ال13، بعدين على ال15. فأنت لأنه من وراء هاي الورقة بس صار هذا عقد الزواج، بتحسي إنه الاثنين بيختلفوا. بتقولي له إنه أنا كنت حبه قبل ما يصير عقد الزواج بيناتنا ما كان هيك، بعد ما تجوزنا ما بعرف شو صار له. هو مو ما بعرف شو صار له، هو بتصير لأنه صار في تعايش بيناتكم وعشتوا ببيت واحد، بيصير الواحد بعد فترة حتى بين أهله بتطلع المشاكل. فأنا اللي بقوله ما تضغطوا على بعض، الزواج ما ملك، انت ما عم تتملكي ولا هو عم بيتملكي. عيشوا حياتكم بشكل طبيعي، تعاملوا مع بعض بصداقة. يعني أنت وأحمد قدرتوا تتخطوا مثلا مصاعب، قدرتوا تتخطوا هاي الأفكار وتنتقلوا لحياة مستقرة وسعيدة. مرقنا بكتير قصص. نحن مثل أي أزواج بنتخانق، بنتصالح، بنزعل من بعض، بنقاتل بعض، يعني بنفور على بعض، بنقعد كم يوم ما بنحكي مع بعض. هذا الشيء الطبيعي أساسا. إذا ما صار هيك بالعلاقة معناتها في شيء ما صح. وهي حلاوة الزواج وقت ما بتصير المشاكل، لأنه هو اللي بيقويه أكتر، بتصير بتقدري تفهمي الآخر أكتر. أنا عكس أحمد إذا عصب كتير رايق، بس إذا مثلا إذا عصب ياخد على خاطره بتروح معه. عرفتي؟ أنا هلا بعصب، هلا برضى. يعني انا بكره النكد، ما بحب النكد، وما بحب انه حس انه في حدا قالب خلقته فيني. انا بجن حتى لو انا ماني غلطانه، يعني حتى لو الغلط عليه مضطر بصالح الشخص او بحاول اتحركش. انا ما بعرف اجي صالح هيك. بكره النكد، ما فيني اشوف هذا جو المشحون النكدي او حدا قالب خلقته فيني. يذبحيني ولا